السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي استمع واستمتع مع نور. إن شاء الله في هذه السلسلة غنبداو ملخصات أفلام ومسلسلات. كنتمنى أنه تعجبكم هذه السلسلة وما تنسوش الدعم والاشتراك والتعليقات ديالكم، وقولوا لي الرأي ديالكم، هل بالعربية أم بالدارجة أفضل في نظركم؟ مسلسل المتوحش. كتبدا لينا قصة هذا المسلسل في سوق شعبي، وبشاب كيبقى يجمع الاشياء القابلة للتدوير، وشاف واحد البنت مشات تهز واحد التفاحة وكانت علين تصطدم بها واحد الرموك او الشاحنة، حتى جا هاد الشاب انقذها. بعدها جا مول الشاحنة وبقى كيهضر مع البنت بطريقة خايبة ويهينها، وقال لها انه هي طماعة، وهو يرد عليه انه يرى فيها الجوع، راه هي ماشي طماعة. واحد الشاب بدا كيتعامل مع ديك البنت بطريقه زوينه حتى ابتسمت ليه ومشات. عاد بدا هاد السيد المحترم كيعرف لينا براسو، وقال لينا انه سميتو يمان، وانه شحال هادي ما كانش عنده سميه، وكانوا كيقولوا له غير يا هذا. في واحد المكان اخر صاخب، كنشوف واحد البنت سميتها شغله واقفه مع الصديقه ديالها اللي هي رويا، وكتسقسيها على خاها الاز اللي هو الاخ ديالها التوأم. هاد الاخر اللي ضارب مع واحد وضربوا راسو، ولكن حتى شي حد ما قدر يهضر معاه لانه هو ابن واحد الشخص مشهور او كينتمي من واحد العائله اللي عريقه ومعروفه في تركيا. هاد الشخص اللي كتشوفوا قدامكم سطي، هادشي اللي كيخليه يدير ما بغى ويضرب ما بغى، وحتى شي حد ما كيقول ليه حتى شي حاجه. هذا اللي كيبقى يتصرف بواحد الطريقه جنونيه وطريقه عنيفه مع اي واحد. كنتقل بعد هاد المشهد لهاد البنت اللي سميتها شغلة، اللي كتهضر مع الام ديالها. هاد الام اللي سميتها نسليهان. هاد نسليهان اللي كتسول بنتها فين كاينه وفين موجوده وعلاش ما كيجاوبوش على التليفون. مهم قلق الام حتى تجاوبها شغله انه راه كلشي بخير وكلشي مزيان. بعدها كينتقل الحدث انه هاد الام اللي لحد الان مازال ما نساش الابن ديالها اللي ضاع قبل 15 سنه وسميتو علي، ومازال لحد الان كتلوم راسها على الضياع ديالو وكتقول انه هي ام سيئه. من بعد هاد الاس دا رويا وبدا كيسرع في السرعه وكيتصرف بواحد الطريقه جنونيه، لدرجه انه هاد رويا قالت ليه واش كليتي المخدرات او تعاطيتي المخدرات. حتى وقفوا في واحد الحي اللي يصادف انه هو الحي اللي ساكن فيه هاد يمان. ومن بعد خرج هاد الاس بدا كيزول حوايجو في الشارع، حتى انه رويا تخلعت وعيات ما تفيق الاس، ولكن الاس في عالم تاني. من بعد يمان الولد المحترم مشى عاونها وداهم يعني للدار ديال الاز، وتما تلاقى مع الام ديال الاز اللي هي نسليهان، وبدل ما تشكرو عطاتو لاكارت فيزيت ديالها وقالت ليه انه هي رئيسة جمعية اللي كتحمي الاطفال من الشارع. وهو قال لها نتوما كتحميو شكون من شكون، واش كتحميو الشارع من حنايا ولا كتحميو الاطفال من الشارع. كان باغي يمشي ولكن وقفات وقالت له بلاتي انا نعطيك الفلوس ك دين، يعني انا رجعلك الدين ديالك، ولكن قالت له هاد الفلوس ما تستعملهمش في شي حاجه اللي ماشي مزيانه. وهو يرد عليها قال لها واش ديك الحاجه اللي مزيانه هي نفس الماده اللي كيتعاطاها ولدك منها. هنا عرفت نسليهان انه ولدها راه تعاطى المخدرات، فهي تشد الفلوس وتقول ليه شحال بغيتي، وقال لها انا بغيت $1000. فيمن فرح بزاف لانه اخيرا حصل على هذا المال اللي هو $1000 من اجل واحد الشخص دابا تعرفوه من بعد. بعدها كيمشي يمان للدار عند اصدقاء ديالو اللي كيعتبرهم كتر من خوتو، اللي هما اموت جسور وسيا. وهنا كنعرفوا انه هاد $1000
يمن خداها باش انه صاحبهم اوموت يتعالج ويرجع يتمشى على رجليه، وكيكونوا فرحانين بزاف لانه اخيرا صديق ديالهم اوموت يبدا يتمشى على رجليه ويمشيو للمستشفى. بعد كينتقل بين المشهد السيد سرحان سويسلان واللي كيكون الزوج ديال نسليهان والاب ديال الاولاد ديالها، و كيستضيف مع نسليهان اللي خبرته انه رأت تجري تحاليل لولادها، انه شاكه انه مرهما كيتعاطاو المخدرات. وقت نفسه اللي دخل يمن وسيا وأموت وجسور باش انهم يدخلوا يتسجلوا، الى ان مع الاسف ولسوء الحظ انتهى وقت التسجيل اللي كان قبل شهر وتطردوا وجراو عليهم داك المشفى، الى ان نسليهان تعاطفت معهم وقررت انه هي تكلف بأموت وبالمعاينه ديالو. بعدها كنشوفوا انه الابن ديالها الاز مشى هجم على جسور وسيا واموت في الدار ديالهم في الوقت اللي كان يمن ما كاينش في ديك الوقت، وهجموا عليهم الا انهم سكتوا وما قالوا والو ليلو، انه ما كانوا متاملين انه اموت دابا ابره وتفاديا كذلك انه هاد الفرصه ما تضيعش. لغد ليه مشى يمان وسيا وأموت المستشفى، ولكن وقفهم السيد سرحان وقال لهم انه هاد الفلوس اللي جابوا لي هي $1000 ما اعتقدش العمليه، وانهم استغلوا المشاعر ديال الزوجه ديالو الطيبه وجرى عليهم. من بعد يمن عرف انه راه الاس جات تهجم عليهم. من بعد يمان عرف انه الاز جا تهجم عليهم وضربهم، فلذا قرر انه يمشي يضرب الاز. ولكن للاسف هاد الصراع اللي كان بين الاز ويمان تحول الضرب لنسليهان، حيتاش نسليهان هي اللي خدت الطعنه وتقاست ومشات للسبيطار. فيمن هرب لانه ما كانش قاصد انه يضرب نسليهان، ودخل وقالها الاصدقاء ديالو، وجسور ندم لانه هو عاود ليه على ديكش. في السبيطار بعد ما كانت العائله ديال نسليهان كامله عندها وخرجت باش تخليها ترتاح، دخل عندها يمان وجلس جنبها وبدا كيقول ليها انتي ولا كنتي الام ديالي فانتي عارفه مزيان انه انا راه ما قصدتش اني نضربك واني نأذيك، وانه الام راه هي كتعرف ولادها. هنا يمان عرف انه نسليهان يمكن او هو متاكد انه هي الام ديالو، لانه لقى نفس التصويره اللي عنده كاينه البيت اللي وقعت فيها المدابزه، واللي كتكون نفسها البيت ديال ابنها المفقود علي قبل ما تبدا المدابزه بيناتهم. وفي نفس الوقت كتكون رولا كتصنت عليهم، كيدخل عليهم سرحان وعيا يمان يقول ليه شوف هاد التصويره راه يمكن تكونوا عائلتي وانا الابن ديالكم علي اللي مفقود، ولكن سرحان ما تيقوش وجرى عليه. بعدها كتنتقل بين الاحداث اللي عند يورا واللي كتحاول انه تقارن بين الصوره ديال علي ملي كان صغير والصوره ديالو ملي كبر، حتى تدخل عليها الام ديالها فجاه. ولكن الام ديالها هاد القضيه ما كتكونش عجباها، وفحال لي متوتره ما بغاش حتى شي حاجه تعرف، وكاين شي سر في هاد القضيه. بعدها كتدخل نسليها للدار وكتدخل لبيت العالي وكتعيط على ولادها وعلى راجلها وكتجلس معاهم، وقالت ليهم انه هي صافي ما تبقاش تقلب على علي وانه صافي اتركز في الحاضر، واعتذرت منهم على الالم اللي عيشتهم فيه وطلبت انه يبداو من جديد.
من بعد يامان جا عند رولا وقال لها انا يمكن نكون الابن ديال نسليهان، وهي ما تيقاتوش وحاولت تكذبو، ولكن هو قال لها غير عيطي ليها وحنا دابا نشوفو. مشات عندها وجابتها، ونسليهان قالت ليها واش انت فعلا ولدي يامان؟ وقال ليها ولا ما تاكدتيش هاك خدي خصلات الشعر ديالي وديري تحليل العضيين وكل شيء سيكتشف بعدها. من بعد يامان كيسلم راسو للبوليس، ولكن نسليهان صافي سامحاتو وما دخلاتوش للحبس. بعدها سي سرحان ما بقاش عجبو الحال بالقرب يامان من العائله ديالو، فقرر انه هو يكري شي ناس ويمشيو يضربوا يامان ويهددوا انه ما يبقاش يقرب لعائلته، وبدا كيهينو وضربو. الام نسليهان عرفت انه يامان هو علي وخداتو معها. بعد بدا كيلومها على انه علاش ما قدروش يجبروه مع انهم اقوياء واغنياء، ووعدته انه هي مع عمرها اتخلى عليه. من بعد عيطت لراجلها سرحان وقالت ليه انه راه جبروا ولدهم وانه راه علي هو يمان ويمان هو علي. وهنا كتكون الصدمه ديال سرحان من بعد اللي اكتشفوا انه هو راه ضرب ولده. من بعد الجد قال الحفيد ديالو علي انه هو الحمد لله لقاه بعد 15 سنة حي يرزق وما ماتش قبل ما يشوفه. بعدها كيدخل يامان الى بيته الاصلي وكيتعرف على اخته وعلى العائلة ديالو، وبانه هاد الاخت ديالو ايجي هي الوحيدة اللي سلمت عليه ورحبت به وفرحت المجيء ديالو. بينما اما الاخوه ديالو الاز وشارلا فهم ما كانوش حاملينه، والاز بدا كيهين الاخ ديالو، ولكن الوالي ديالو طلب منه انه هو يطلع لبيتو، وتبعاتو شارلا باش هي تطلع للغرفه ديالها. والاخت ديالو الصغيره ايجي هي اللي بدات كتعرفو على الدار وعلى البيت ديالو، وخلاتو في بيتو بوحدو. بعد طلعت الام ديالو وسانداتو وعنقاتو، طمأناتو انه هي ديما تكون بجنبه. من بعد انتقل يامان واحد الغرفه اللي هي غرفه الضياف، لانه الغرفه ديالو يعني غرفه علي فهي كانت مخصصه للدراري الصغار حتى يبدلوها. فدخل عليه الاز وبدا كيهينو وبدا كيجري عليه وكيقول ليه انه هاد البلاصه راه هي ماشي ديالك، وانه راه خصك تمشي عند الاخوه ديالك فاحنا ماشي خوتك. فقام الاب ديالو بالضرب ديالو وقال ليه انه يعتذر، فخرج الاز من البيت معصب. فمن بعد العشاء مشى عند الاصدقاء ديالو اللي كيعتبرهم خوتو، ومشى يتعشى معاهم لانه هو ما قدر ياكل حتى شي حاجه في العشاء بدون الاصدقاء ديالو. من بعد كينتقل بين المشهد على انه السيد سرحان كيبكي لانه هو ندم لديك الشيء اللي عمل ولده، وانه راه ما كانش عارف انه يامان هو ابن ديالو. فطمأناتو نسليهان وقالت ليه انه راه دابا يسامحو. من بعد جا يامان للدار ونعس لغد ليه في الصباح الام ديالو نسليهان فاجاتو بانه اموت دابا تكلف بالحاله ديالو وداتو المشفى غرفه خاصه وفرح بزاف. بعد فاجئوا الوالد ديالو سرحان بانه البيت ديالو راه هو تعوض وصاوبوا ليه وردوا بيت شبابي، وطلب منه السماحه على داكشي اللي دار. وطبعا يامان الشاب ذا القلب الطيب سامحو. من بعد جا دور الاخت ديالو ايجي اللي هداتو واحد اللعبه وقالت لي انه راه شحال هادي كانت باغا تعطيه هاد اللعبه وعاد كتاب، ففرح وعنقها وقال ليها شكرا. من بعد تنتقل بنا الاحداث لعند جسور اللي داز من حدا الام ديال رويا، وخدا من عندها المحفظه ديالها اللي فيها الفلوس
ومشى تقضى راسو لبسة، وحتى كذلك لسيا. وسيا قالت ليه انه واش سرقتي هادشي منين جبتي هاد الفلوس، ولكن هو قال ليها انه راه هو كانوا عنده الفلوس ومشى شرا، ولكن هي ما تيقاتوش، ولكن اكد ليها وقال ليها انه راه رولا تكون حسن منها، فلذا هي خصها تهلا في راسها وديكشي. وطبعا هي ما لقات ما تقول ووافقات. يمان مشى عند رورا لان هي عيطت ليه وبغات تاخد الراي ديالو في اين لبسه دابا تلبس يوم العيد ميلاد ديالو، يعني اللي هو اليوم. وهو لاحظ انه كاين شي حد شافو وتخبع، وهاد الشخص كيكون الخال ديال رولا، وغي شاف يمان تخبع وتخلع وعيط لختو وقال لها انه راه رمان يمان كاين هنا اجي. فالاخت ديالو جات وقالت لي شنو كدير هنا، وقال لي انا راه كنت واقف غير مع رولا كنت كنهضر معاها ومشى. والام ديال رولا حضراتها ونبهاتها وقالت ليها ما تبقاش تكوني معاه، ما توقفيش معاه وما تهضريش معاه، ولكن رولا نخلاتها وما قالت ليها والو. من بعد عند الحفله، يعني في الدار اللي موجوده فيها الحفله، يعني الدار ديال عائله سويهلان، تما كان كلشي مجموع منهم الأصدقاء ديال يمان وكذلك العائلة ديالو. وعند نفخ الشموع يمان تمنى انه يلقى الناس اللي خطفوه او الشخص اللي خطفوه وبعدوا من عائلته. كلشي قال امين. من بعد الاخ ديالو الاز قال له انا الهديه ديالي تكون في واحد البلاصه اخرى، يعني في واحد الحفله، وداهم من واحد البلاصه. وكانت واحد البلاصه اللي فحال حفله، ولكن حفله ماشي يعني بغاو يحتفلوا به، ولكن كانوا باغين يهينوه ويقولوا له راه هاد الحفله ديال المتشردين، يعني ما يعني كتناسبكم نتوما. والأكفس من هادشي والأصعب من هادشي هي انه جاب ليه ديك الكروسه اللي كيدير فيها المسائل ديالو، يعني كيدير فيها ديك الاشياء اللي كان كيعيد، يعني كيديهم باش انه يكون فيها اعاده التدوير. جابهم وخشى فيهم دراري صغار وقال لي هذه هي الهديه ديالي، وفتح ديك القفه او شيء اللي من هذا القبيل، فتحها وخرجوا منها دراري صغار كيطبلوا وكيعزفوا كيغنيو وكيشطحوا، كانوا هما متشردين وكل شيء كيصور وكل شيء كيضحك عليهم. الاز هز الفلوس وبدا كيعطيهم لديك البنت، وكانت صغيره ما قدرش انه يصبر وتحس بالاهانه، لا هو ولا جسور ولا سيا حتى من رولا. راه هي تصدمت في الاز بزاف، فقام واحد المعركه، يعني كلشي بدا كيتضارب، ولكن يمان ما قدرش انه يمشي ويخلي الاخوه ديالو، لانه الام ديالو وصاتو عليهم قالت لهم هادو خوتك في الامانه ديالك جيبهم. وجابهم للدار قال الام ديالو قال لها انا ما بقيتش ولدك، انا راه ماشي ولدك صافي، وهادو راه ماشي خوتي. وطلع مشى للفوق يبدل حوايجو ورجع بالحوايج ديالو القدام اللي كان لابسهم. والام ديالو عيات تقول ليه عافاك صبر، عافاك سامحهم، انا دابا نقول لهم انه دابا يعتذروا منك. ولكن هو قال لها انه لا ما يعتذروش، وهما اصلا ما باغيونيش، وهما اصلا ما حاملينيش. وهي تقول ليه علاش ما يبغيوكش، راه انت خوهم، راه ما درتي لهم والو. قال لها لانه بكل سهوله ولادك كان عندهم كل شيء، ولادك كان قراو في احسن المدارس، لبسوا احسن الماركات، مشاو لاي بلاصه كان عندهم كل شيء، بينما انا تحرمت وانا اللي تعذبت وانا اللي تخطفت وانا اللي جعت وانا اللي كل شيء. قال لها انتي ما قدرتيش تربيهم وانهم يوليو بشر. هادوك الناس اللي معايا اللي هما الاصدقاء ديالي هادو هما بشر، هادو هما خوتي الحقيقيين وانا ما انفرطش فيهم. هادو راه ماشي خوتي اللي هما ولادك، هما ماشي خوتي، راهم ماشي بشر. مع الاسف انتي ما قدرتيش تربي ولادك انهم يكونوا بشر. وهبط بغى يخرج بالباب، ولكن الام ديالو ما خلاتوش، قالت له عافاك لا ما تخلينيش، انا ما نخليكش. ولكن هو قال لها انا
نخرج فحالي، لانه عرفتي علاش؟ لانه بكل سهوله الام ديالي راهي تخلت عليا ملي كنت صغير، الام ديالي كانت مشغوله، الام ديالي كانت كتهضر في التليفون وخلاتني. الام ديالي هي اللي بعدات مني، ماشي انا. هي اللي هملاتني وكانت مشغوله وما داتش فيا وما اهتمتش بيا، هذا هو السبب. فخرج ومشى وكان دايز، هو يسمع واحد الصوت ديال الصرير ديال شي حاجه كتزعزع، هو يمشي ويلقى رولا كتلعب في ديك الارجوحه، وكان نفس الصوت اللي سمعوه هو صغير ملي كان تخطف. وبقى غادي هو يشوف واحد الدار، هو يدخل منها وبدا كيدخل، وهو يلقى واحد الغرفة ودخل ليها، ولقى نفس ديك الغرفة اللي تخطف فيها وجلس فيها ملي كان صغير، يعني ملي تخطف تحبس فيها هي نفسها. وتما بدا كيجمع الافكار ديالو، وشاف في نفس ديك اللحظة فحال لي بان ليه قبيلاتي، يعني ماشي هاد اللحظة، قبيلاتي ملي كان يدخل لديك البيت بان ليه الخيال ديال خالها اللي شافو في الصباح، ولكن ما زادش زعما ركز عليه. و تما بدا كيسترجع بزاف د الحاجات وكربت الافكار، تما تاكد انه يمكن يكون خالها عنده علاقه بهذا الشيء، لانه السرير وكذلك الغرفه وكذلك الضوء وبزاف د الحاجات زادوا نعشوا الذاكره ديالو، وبدا كيتذكر بزاف د الحاجات. فلنلتقي إن شاء الله في الحلقات القادمة لهذا المسلسل. لا تنسوا الدعم والاشتراك وتعليقاتكم إن شاء الله.